السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار نارية الأهلي. بس قبل أي حاجة ادعمنا بلايك يا غالي والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا على أخبار النهاردة. الأهلي يكثف تحركاته للتعاقد مع مدرب أجنبي. محمد عبد المنعم يعود للنادي الأهلي قادما من نيس الفرنسي. محمد الشناوي يعود لحماية عرين الأهلي أمام المصري. موعد مباريات الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السلة. ومدرب اتحاد العاصمة الجزائري يستفز الزمالك وجماهيره. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. إدارة النادي الأهلي بتكثف من تحركاتها في الوقت الحالي للتعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم الجديد بعد الاستقرار على رحيل يستروب عقب نهاية الدوري. يعني بقيله مباراة واحدة أمام المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية يوم 20 من شهر مايو الجاري. ووفقا للمعلومات الواردة من داخل النادي الأهلي، فإن ملف المدرب الجديد بيستحوذ على نصيب الأسد من اهتمامات الإدارة، نظرا لحساسية الاختيار ورغبة النادي الأهلي في العثور على مدرب يكون قادرا على صناعة الفارق ويعيد الفريق لمنصات التتويج مرة أخرى. تخشى الإدارة من تكرار سيناريوهات العام الماضي اللي خرج بيها النادي الأهلي بدون أي بطولة. وأضاف المصدر إن اللجنة المشرفة على قطاع الكرة بتتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، وتوسع من دائرة البحث في المدارس الأوروبية بدون تحديد مدرسة معينة. كشف مصدر آخر عن دخول المغربي ريان ماي مهاجم أومونيا القبرصي لتعزيز صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويحظى الهداف المغربي باهتمام الأهلي كخيار قوي وأساسي في الخط الهجومي لفريق النادي الأهلي. وسلطت تقارير صحفية مغربية الضوء على اهتمامات الأهلي بريان بعد المستويات الجيدة اللي قدمها اللاعب في منافسات الدوري القبرصي. وأشارت التقارير إلى أن هناك تواصل بين مسؤول الأهلي مع اللاعب خلال الفترة الماضية للبدء في خطوات التفاوض ومحاولة إقناع اللاعب بارتداء الفانيلا الحمراء. نعود إلى الصفقة الكبرى للنادي الأهلي، وهي صفقة محمد عبد المنعم يعود إلى النادي الأهلي مرة أخرى. هذا ما كشفته التقارير الصحفية، أن النادي الأهلي بيدرس التفاوض جديا مع محمد عبد المنعم قادما من نيس الفرنسي. أكدت موقع أجنبي أن محمد عبد المنعم بالفعل يقترب من النادي الأهلي. أكدت تقارير أن نيس الفرنسي بيتمسك باللاعب محمد عبد المنعم، خاصة وأن الأهلي بيرغب في ضمه بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة. أكدت التقارير أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الأطراف، ولكن في المفاوضات في نهايتها. يعني نقدر نقول إن محمد عبد المنعم بات للنادي الأهلي أو بات الأهلي في عودته للنادي الأهلي مرة أخرى خلال الموسم الصيفي أو بداية من الموسم الجديد. نعود إلى محمد الشناوي ويعود لحماية عرين الأهلي مرة أخرى. فقد استقر الجهاز الفني بقيادة يستروب على عودة محمد الشناوي قائد فريق النادي الأهلي في مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري. الدكتور أحمد جب الله من ناحيته قال إن مصطفى شوبير أجرى أشعة رنين مغناطيسي عقب مباراة إمبي الأخيرة، وتبين إصابته بشد في الجزء السفلي للعضلة الخلفية، ووضع له برنامج علاجي وتأهيل بدني ليقوم بتنفيذه خلال الأيام المقبلة. مصطفى شوبير شارك في المباريات الأخيرة بشكل أساسي، لكن النية بتتجه في الجهاز الفني للاستعانة بمحمد الشناوي خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام المصري البورسعيدي. عموما، أما من ناحية يستروب، فالنادي الأهلي قرر إنه هو يكون هناك جلسة سريعة مع يستروب الأسبوع القادم بإذن الله من أجل مناقشة ملف الرحيل عن النادي بعد مباراة المصري المقرر لها 20 مايو. حسب تأكيدات في النادي الأهلي، إن إدارة الأهلي بترغب في حسم ملف الشرط الجزائي مع يستروب تمهيدا لإنهاء العلاقة بشكل نهائي، وإن الموسم لم يعد يتبقى فيه سوى مباراة واحدة أمام المصري. إدارة الأهلي بتمنح يستروب راتب شهر يونيو، حيث إن الموسم بينتهي في 30 يونيو، ثم ستمنحه راتب 3 شهور كشرط جزائي ليرحل بشكل رسمي عن النادي بعدما فشل في قيادة الفريق لتحقيق أي بطولة حتى الآن، ولم يتبقى سوى بطولة الدوري اللي أصبحت على بعد خطوات قليلة من نادي الزمالك وربما بيراميدز. أما الأهلي فتبدو فرصته بالتتويج للقب الدوري صعبة للغاية، إذ يحتاج الأهلي لخسارة الزمالك وتعادل بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا وأيضا ثم أمام سموحة، ثم يفوز هو على المصري من أجل التتويج ببطولة الدوري.
الموقف صعب بالنسبة للأهلي، ولكن نقدر نقول إن كل شيء وارد في كرة القدم، ونقدر نقول تاني إن الأهلي خرج بدون أي بطولة خلال الموسم الجاري مع يستروب لم يستطع قيادة النادي الأهلي بشكل أمثل. نعود إلى نهائي دوري السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري بنظام بيست أوف 5 بين الفريقين المتأهلين، يعني الأهلي هيخوض مع الاتحاد السكندري 5 مباريات، اللي هيفوز في 3 مباريات هيكون هو الفائز ببطولة الدوري. تقام أول 4 مباريات في الفترة من 8 إلى 15 مايو الجاري، أما المباراة الخامسة في حالة اللجوء إليها ستقام يوم 17 من مايو الجاري في برج العرب. الأهلي بيلتقي مع الاتحاد السكندري في صالة برج العرب في الإسكندرية الساعة 8 مساء اليوم في أول مباراة، بينما تقام المباراة الثانية بعد غد على نفس الصالة في برج العرب. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في دور السلة حتى ينهي هذا الموسم كما أنهى الموسم الماضي. أخيراً، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري يستفز الزمالك وجماهيره، حيث تحدث لامين نضاي مدرب اتحاد العاصمة الجزائري بشأن النهائي المرتقم لبطولة الكونفدرالية اللي هيقام يوم السبت إن شاء الله غدا بإذن الله في مباراة الذهاب في الجزائر، على أن تقام مباراة الإياب يوم 16 على استاد القاهرة. لامين نضاي قال في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: الزمالك بيملك معنويات جيدة وقد يفوزون بالدوري المصري. فوز الزمالك بالدوري لم يحدث منذ وقت طويل، لا أتذكر من كم سنة لم يفوز الزمالك بالدوري. هو فريق قوي أيوة، ولكن إحنا بنحاول إن إحنا نسير الأمور بشكل جيد. جمهورنا هو اللاعب رقم 12، لدينا جمهور متعصب قادرون على الفوز على نادي الزمالك في مباراة الذهاب حتى تسهل لنا مباراة الإياب يوم 16 من مايو الجاري. في النهاية أشكركم وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.